الكابتن راضي شنيشل مدرب المنتخب الوطني سابقا من العاصمة القطرية الدوحة. أهلا وسهلا بك كابتن راضي في برنامج استوديو الملاعب. اهلا استاذ حيدر، تحيه لك والضيوف الكرام والمشاهدين الاعزاء. يا اهلا وسهلا بك. انا يعني بالطبيعه اخذ رايك عن النتيجه اللي خرج بها المنتخب اليوم، لكن يوم امس ما صارت فرصه انه تتداخل ويانا. بدت الاوضاع مو طبيعيه من يوم امس بخروج ياسر قاسم، وانت كنت ويا اللاعب واللاعب لعب عندك كابتن راضي، وشفت اللاعبين شلون يتعاملون. يعني اعطينا صوره شنو اللي جاي يصير كابتن، بس صوره حقيقيه. اليوم جمهورنا جاي يبارك. والله انا صراحه البارحه سمعت الكلام وشويه لمت على الوضعيه العامه. كان المفروض يعني هذه الامور صراحه ما تنثار في ظرف حساس مثل قبل ليش البارحه. حتى لو اللاعب ما يدي العاده يجب ان تغلق هذه حتى ما تروح الى جهات الاعلام والصحافه والجمهور وتنزل على المواقع الفيسبوك وغيرها. المهم انا صراحه يمكن اول ما نتعامل مع الاخوه اللاعبين اللي محترفين وليس مغتربين، لان اعتقد وجهه نظر انه كثير عندنا لاعبين تعاملنا هم خارج العراق يلعبون. في فتره من الفترات كان تقريبا اكثر من 15 لاعب هم خارج العراق يلعبون وما كان حساسيه. انا اعتقد اللاعبين الموجودين جستون وكذلك ياسر وكذلك طبعا احمد ياسين هم خامات جيده واخلاقهم عاليه. طبعا قبل ذلك انا ارفض رفض قاطع طبعا اعتذار اي لاعب ايا يكون سواء ياسر او غير ياسر، لانه مصلحه البلد سمعه البلد. واعتقد ياسر اثبت انه وطني على مستوى عالي. يعني انا البارحه تضايقت من قال له انه 35 مليون على اساس يقول لهم ما غرض بهم كذا. هو اجى الى بغداد عندما استدعاه الاستاذ اكرم واجى في وضع صعب وغيره ما اجوا. فانا اعتقد يجب ان لا نشوه سمعه اللاعب. هو اجى كابتن اركز على هاي كابتن اركز على هاي. هو اجى بس غيره ما اجوا. اي يعني مثلا يونس محمود ما اجى. هسه ليش نتكلم بصراحه؟ يونس محمود مثلا ما اجى، هو موجود كان هناك داخل العراق هو ما يجي اصلا، ما يجي بقضايا امنيه يمس الوطنيه. اللاعبين المحترفين في دول طبعا يعتمدون عليه اعتماد كثير. يعني انا لاعبين عندي توانسه ولاعبين جزائريين ومغاربه ما والدين اصلا في بلدانهم ويعتمد عليهم المنتخب اعتماد كبير. انا اتمنى كنت يعني سيلوني مر علي عدنان، كنت اتمنى يكون عندنا اكثر من 10 لاعبين يلعبون في اوروبا حتى اللاعب يجي جاهز 100% والمدرب ما يدخل لان اعداد الطويل انتهى. مو انتقاصا من اللاعبين المحليين، لا، لاعب الخطوات هو اول مره محلي بعدين ينتقل على مستوى مثل المنتخبات وبعدين يروح يلعب الى خارج العراق. اللي اتمنى انه التعامل مع هؤلاء صراحه انه والله اخله غير اللاعبين هذه حاله طبيعيه. احنا عندنا لاعبين موجودين هناك كابتن عند بعض الامور متعود عليه كابتن بصراحه لا يمكن ان تولد حساسيه. طبعا انا سمعت قبل يومين بالليل انه تكلموا مع الاخ ابو رجوه سوي القوزي. هو ما ياكل قوزي، هو ياكل امور خاصه مثلا ذيك لاعب. هو يجب ان لا تخلق مشاكل تخلق حساسيه بين اللاعبين للامانه. يعني اسف كابتن ومغتربين ويحسون كابتن نحكيها كابتن واحده من اسباب نجاحنا هو يعني كان مع الاولمبي وكذلك مع المنتخب الوطني هو انه كانوا اسره واحده. لاعبين صراحه على مستوى جدا عالي، حتى اللاعبين المحليين اللي موجودين عندنا احتضنوهم. بس انا اعتقد هذه طبعا يتحمل الجانب الاداري وكذلك الجانب الفني انه ما يخلق مشاكل بين اللاعبين ويحسسهم طبعا اكو فروقات بين اللاعبين. يعني تحمل الكادر الاداري والفني يخلق مشاكل بين اللاعبين. طبعا لا، يجب ان لا تكون هنالك مشاكل لانه هو مسؤول عليهم. كابتن بصراحه انت اذا تهتم بلاعب على حساب لاعب اخر يتحسس اللاعب. يجب ان هذا موجود، هذا اللي اريد اسالك عليه كابتن. حتى اللاعب اللي ما يلعب، حتى اللاعب انت يجب ان تحسس انه كلاعب هو موجود المنتخب. لا كابتن راضي بصراحه هذا الشيء موجود بالمنتخب. اكو معامله للاعبين افضل من لاعبين اخرين. احكي لي بصراحه، سولفوا لك اللاعبين من اجيت انت قالوا لك يا كابتن راضي ترى احنا قبل ما كانوا يعاملونا هيك، مو مثلك سواسيه. اكو لاعبين زينين اكو لاعبين مو زينين. اكلنا لك اياها حتى الامور حتى الامور طبيعيه. يعني هنالك معامله خاصه لبعض اللاعبين من بعض المدربين. يعني احد اللاعبين جاني قال لي كابتن احنا كانوا ياخذون تليفوناتنا وتليفونات بعض اللاعبين مرجعتهم. فهذه طبعا تعتمد على المدرب. اذا اللاعبين شافوا مدرب عادل بين اللاعبين مع اخذ بنظر الاعتبار انه كل لاعبين بصواب لهم اسم وتاريخ يقدرهم يحترمهم
لكن الجانب الفني مع التقييم انا اعتقد يجب ان يكون واحد. واضح. هذه وجهه نظري انا صراحه، تحترم تاريخ اللاعب وتقيمه واسمه، لكن يجب ان يكون هنالك تقييم فني حتى اللاعبين يشعرون ان المنافسه شريفه والتقييم واحد. اما اذا كانت محاباه فاقضى على يعني الفريق ينقر عليه السلام صراحه، لانه هنالك ايضا تاثير سلبي او نفسي على اللاعبين من خلال هذا التصرف. شكرا جزيلا، والكلام واضح جدا للكابتن راضي الشنيشلي، يقول لك اكو محاباه للاعبين على حساب لاعبين اخرين، مو الكل يتعاملون سواسيه، يوكلون ياسر قاسم يردون قوزي، وهذا ما عرفه، هو اللاعب ما ياكل قوزي، لاعبين ياكلون قوزي ماخذينهم طباخ ويطبخونهم قوزي، يعني هاي المشاكل توصل للكابتن راضي الشنيشلي، هو اللاعب يدور اكل صحي، الناس ضحكت من قالوا يريد اكل خاص، هو يجوز ما مقتنع، يعني متعود على شيء.